في حته انا مش عارف ايه انتوا بتتكلموا عن ايه بالظبط، بس اشرحوا لي ايه المحور ده؟ فين؟ طيب تعالوا نسمع الخبر ده عشان ده جاي من الناشط المدون الجميل صديقنا وائل عباس. وائل عباس معانا على التليفون. استاذ وائل مساء الخير. استاذ وائل. ايوه معاك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. استاذ وائل اشرح لي ايه النفق ده فين؟ انا مش عارف، ما عنديش معلومات على اللي انت هتقوله خالص، فارجوك تقول لنا معلومات بايضاح. والله هو انا رحت المكان بالظبط عشان اشوف. انا شفت الصور على الانترنت من الظهر كده وكنت مستغرب وكنت فاكر انها دعابه سامجه من شخص ما بيعمل حاجه بالفوتوشوب، لان احنا بقينا بنشوف حاجات كتيره صحيح هو بالفوتوشوب دلوقتي. فرحت اتاكد بنفسي لان انا ساكن هناك دلوقتي. فهو فين انت؟ فين يا استاذ وائل؟ انا في التجمع الخامس دلوقتي. النفق اللي في التجمع ده اللي في طريق التجمع؟ النفق اللي هو مودي بين مدينة نصر والمقطم والتجمع. ايوه عارفه النفق الكبير قوي ده. ايوه اللي هو عند بنزينة وطنية، هم مسمينه نفق الوطنية. عرفته النفق اللي في طريق التجمع الخامس. ماشي تمام. فده اخر محور الشهيد خالص. في الحتة اللي كانوا بيسموها زمان ال NA. فهي الحتة بتاعت ال NA دي اتسمت دلوقتي محور. انا مش عارف بقى هم سموا الحتة دي بس ولا هم سموا بقى المحور كله من اول مدينة نصر، من عند نادي مدينة نصر والقاعة المؤتمرات والكلام ده ولا هم مسميين بس هذه المسافة من بنزينة وطنية لحد التجمع الخامس بمحور المشير طنطاوي. هو كان اسمه ايه قبل كده؟ كان اسمه محور NA. مظبوط. يعني وانت شفتها بعينك متعلقه؟ انا شفتها دلوقتي. هل هي متصوره قدامنا دلوقتي مكتوبه؟ رفعتها على الانترنت. طب وريها لنا تاني يعني. وريها لنا تاني. شفتهاش. المشير طنطاوي. تمام. طب وانت تعليقك ايه على الحكايه دي يا استاذ وائل؟ والله انا زي ما قلت لك كده، انا صدمت لما لقيت الناس حاطين الصور دي على الفيسبوك، وافتكرت بقى حد بيشتغلنا، حد بيهزر يعني. بس بما اني ساكن قريب فقلت انزل اصور بنفسي واتاكد. ففوجئت انها مش دعابه سامجه ولا حاجه، لا ده حقيقه. واصبح عندنا طريق مؤدي الى مدينه كامله وهي القاهره الجديده والتجمع الخامس، واسمه على اسم واحد يعني كلنا عارفين عمل ايه في مصر وعمل ايه في الثوره وعمل ايه في الشهداء وعمل ايه في المؤسسه العسكريه نفسها يعني. استاذ وائل انا بشكرك على هذا الايضاح، وبشكرك على الصوره اللي هي اكدت الخبر اللي موجود على تويتر من بدري والناس كلها كانت شاكه فيه. بشكرك استاذ وائل عباس الناشط والمدون المشهور. يعني كان ممكن اذا كنتوا عايزين تعملوا حاجه للمشير طنطاوي كان ممكن في مكان تاني مش في محور الشهيد. دي حاجه. الحاجه التانيه، الحاجات دي بتتعمل بعد عمر طويل. الحاجات دي بتبقى حاجات في التاريخ، او بيعملوها الرؤساء بالعافيه كده، زي ما مبارك كان مسمي انه 3/4 البلد باسمه هو والسيد الاستاذ مبارك. كانوا مسمين 3/4 البلد باسمائهم. ده يعني انما ده مش مفهوم. مش مفهوم. وبعدين محور الشهيد يبقى محور مشير طنطاوي، يعني بتستفزوا الناس. ما تخلوا الدنيا هاديه، ما الدنيا هاديه. والمشير طنطاوي قاعد في بيته مستقر ربنا يديله الصحه، والفريق سامع ان انا قاعد في بيته مستقر ربنا يديله الصحه، والناس بتشتغل، ووزير الدفاع الشاب او مش شاب يعني هو عنده 60 سنه و 58 سنه، فده حاجه كويسه جدا ان احنا بنغير في القيادات وبنغير في الدم وبنغير في كل حاجه. الراجل قاعد بيشتغل في شغله وتسيب الدنيا هاديه، ورئيس الجمهوريه في حاله. بتشبكوا الحاجات الثانيه ببعضها ليه؟ مين اللي صاحب الفكره العبقريه دي؟ يعني ليه تاني بتشبكونا الدنيا ببعضها؟